متابعي قناة صدى الأخبار، أهلا ومرحبا بكم. حسب العديد من المصادر فإن الجامعة الملكية لكرة القدم كانت قد عقدت اجتماعا سريا مع اللاعب المغربي ونجم ريال مدريد إبراهيم دياز بمراكش الأسبوع الماضي من أجل بحث إمكانية انضمامه للمنتخب المغربي والظفر بخدماته. وفي تفاصيل هذا الموضوع أشار مصدر مطلع بأن إبراهيم دياز ووالده عقدا اجتماعا مع المدرب وليد الركراكي لتدارس الأوضاع وإمكانية حمل النجم دياز قميص المنتخب الوطني. وأضاف ذات المصدر أن المدرب الوطني أو الناخب الوطني وليد الركراكي يفضل الصمت وعدم الإدلاء بتصاريح لا تصب في مصلحة المنتخب الوطني. ومن جهتهم عبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بضم نجم ريال مدريد اللاعب المغربي إبراهيم دياز لمساندة حبة المشمش حكيم زياش ورفقائه في المنتخب. وفي الختام، ما رأيك أنت؟ وهل أنت مع أو ضد انضمام النجم إبراهيم دياز للمنتخب؟ وما الإضافة التي قد يساهم بها هذا اللاعب أو هذا النجم وفقة المنتخب الوطني؟ لا تنسى الاشتراك بالقناة. إلى اللقاء.